يا أهلا وسهلا. النهاردة هتكلم معاكم بحبة صراحة. أنا أم ومسؤولة وبخطط وبحسبها ومؤمنة بحاجة جدا، وهي إن ربنا رب الخير وما بيجيبش إلا الخير. بس برغم الإيمان ده ما بقيتش بعرف أستمتع باللحظة، ودي حاجة بقيت ملاحظاها من شوية حلوين كده. بس لما قعدت افتكر لقيتني ان عدى عليا سنين ما حسيتش بلحظات مهمة فيها. ابقى قاعدة مع ولادي وهم بيضحكوا قدامي وانا نصي حاضر معاهم ونصي التاني في بكرة. بعد الحلقة اللي بنتفرج عليها بقعد اسأل نفسي وانا بتفرج ورايا ايه؟ بعد الفسحة هنرجع نعمل ايه؟ طب الفلوس اللي اتصرفت دي كان المفروض تتحط فين؟ الوقت اللي عدى كان ممكن استثمره ازاي؟ وكأن في رابط داخلي بيني وبين الانبساط والذنب، كأن الراحة رفاهية، وكأن الفرح والسعادة والانبساط لازم يتحاسب عليهم. وهنا عايزة اقول لكل ام بتسمعني، لو ده حصل معاكي it's okay، بجد ده طبيعي جدا. انتي مش انسانة جحدة، انتي مش قليلة ايمان ومش مقصرة، انتي عقلك متعود يشيل، وجهازك العصبي متبرمج على الاستعداد، على انك لازم تكوني دايما صاحبة الخطة البديلة. في حاجة اسمها القلق الاستباقي. العقل بيبقى عايش قدام اللحظة بخطوة، وده بيحصل كتير مع الامهات تحديدا، لان الام دايما شايفة الصورة الكبيرة واللي ولادها معتمدين عليها، وإنها أكيد جاهزة بكل عدتها لأي حاجة. شايفة المدرسة بعد سنة، شايفة مصاريف بعد شهر، شايفة مسؤوليات بعد ساعة. حتى الماما ديت لما بتقعد بيبقى جسمها قاعد بس عقلها واقف. وطبطبتي ليكي هنا بقى إنك انت تستحقي تعيشي اللحظة من غير ما تحسي انك بتسرقيها. قعدتك وقعدتي مع ولادنا مش وقت ضايع، مش فلوس ضاعت، ومش انتاجية ناقصة. دي ذاكرة وذكريات بتتبنى زي ما حصل من اهلك معاكي زمان. دي لحظة امان بتتحط في قلوبهم، وصدقيني هما مش فاكرين ولا هيفتكروا فاتورة المطعم كانت بكام. هما هيفتكروا انك كنت بتضحكي معاهم. لو لقيتي نفسك مش مركزة ما تجلديش نفسك، قولي اللي انا فيه ده طبيعي، انا متعودة افكر لقدام. وبعدها خدي نفس ببطء وركزي على صوتها، ركزي في ملامحها، في التفاصيل البسيطة قوي. اللحظة دي بتتسجل بالحواس مش بالقلق. وفي حاجة مهمة قوي، احيانا احنا بنخاف من الفرح لاننا اتعلمنا انه بعده بيجي تعب. ده احنا حتى تربينا على الخوف وتعودنا انه نقول حاجة كده بعد ما بنضحك نقول خير اللهم اجعله خير. بيبقى الخوف والربط ان بعد الضحك هتيجي لحظة الألم، فالعقل يقول خلاص خليني افضل مستعدة بدل ما استمتع واسترخي. بس لازم نفتكر ان الحياة مش امتحان، مش امتحان مفاجئ طول الوقت. في اوقات مسموح لك تبقي بس موجودة. لو انتي مؤمنة ان ربنا بيدبرها يبقى سيبي بكرة الرب بكرة، وعيشي النهاردة حتى لو دقيقة واحدة صافية. حتى لو اول لقمة في المطعم ركزتي فيها فعلا، حتى لو 5 دقايق بس قاعدة عيشيهم معاهم بوعي. انتي بتتعلمي انه it's okay. مش مطلوب منك تبقي ام مثالية، مطلوب منك تبقي حاضرة. والحضور مش كامل 100%. الحضور ممكن يبقى لحظات، واللحظات دي هي اللي بيتعامل منها وبتتشكل وبتتبرور منها الحياة. بس خليني اقول حاجة بصراحة اكتر، احيانا برضو الخوف من الاستمتاع مش بس قلق مستقبلي، احيانا ده بيبقى خوف من الفقد. لما نكون جربنا قبل كده ان حاجة حلوة وانتهت فجأة، العقل برضو بيتعلم درس قاسي،
ما تفرحش قوي عشان ما تتوجعش قوي، ويبدأ يخفف الفرحة بنفسه، يبوظ اللحظة قبل ما الدنيا تبوظها. وده دفاع نفسي، مش نقص إيمان ومش تشاؤم، ده عقل بيحاول يحميك. لكن المشكلة إن الحماية الزايدة بتسرق منك العمر، تخلي كل لحظة حلوة مصحوبة بتحفظ، بشد عضلي جواك كده، بصوت خافت يقول طب استنى في حاجة جاية. وطول ما احنا عايشين في وضع الاستعداد مش هنوصل لوضع الحضور، وفي فرق كبير بينهم. الاستعداد بيبقى توتر خفيف ودايم كده، والحضور بقى بيبقى أمان لحظي. يمكن السؤال بقى هو أنا فعلا لو فكرت أكتر هأمن بكرة، ولا أنا بس بطمن نفسي بوهم السيطرة؟ احنا كأمهات بنحب نحس ان كل حاجة تحت السيطرة، الجداول، المصاريف، المستقبل، البيت، وحتى المشاعر. بس الحقيقة المؤلمة والجميلة برضو في نفس الوقت ان الحياة اكبر من سيطرتنا، واللي فعلا نقدر نتحكم فيه وفي ايدينا هو اللحظة دي اللي احنا فيها. ما تيجي نجرب مع بعض كده تمرين بسيط قوي. لو لقينا نفسنا سرحنا في بكرة، نسأل نفسنا دلوقتي في اي خطر؟ عايشين في اي خطر؟ في حاجة بتهددنا؟ لو الإجابة لأ، وإن شاء الله دايما تبقى لأ، ربنا يعافينا ويحمينا في وجع الأقدار يا رب، يبقى جسمنا مش محتاج يكون في حالة إنذار. جربي ترجعيه اللحظة كده. أنا اتفرجت على فيديو خفيف ولذيذ كده بيقول إنه بحركة خفيفة وكيوت ممكن حتى نعملها مع ولادنا، يعني نوع من أنواع الفرفشة كده وإنه ماما فرفوشة. الحركة دي إن إحنا بنقعد نحرك كتافنا لفوق وتحت، عارفين حركة اللأ اللي هي الكيوت دي، نقعد نحرك كتافنا لفوق وتحت. والحركة دي المفروض إنها بتشيل الاسترس من عضلات الرقبة والكتف، وبرضو بتخفف الانكزايتي والبانيك أو التوتر اللي بنبقى حاسينه. فإحنا ممكن نعملها ونجربها ونضرب عصفورين بحجر، نبقى ماميز كول وفرفوشين، وفي نفس اللحظة بنعمل ديستراكشن للعقل عن التفكير في بكرة. خلينا نجرب نرجع العقل للحظة كده اللي احنا فيها، وبصي حواليكي واسمعي صوت الضحكة، حسي بلمسة الإيد الصغيرة اللي ماسكة فيكي. خدي نفس أطول شوية. على فكرة الهدوء بيتدرب، وأنا بحاول أتدرب عليه، يعني بحاول إن أنا أسيب عصبيتي ونرفزتي وكده، وأحاول لا، خدي نفس واهدي وفكري واسمعي قبل ما تدي الأكشن بتاعك. هي تدريب كده واحدة بواحدة، وصدقيني ولادك مش محتاجين أم كاملة، محتاجين أم مستقرة داخليا، محتاجين يشوفوا نموذج لأم بتعرف تفرح، بتعرف ترتاح. لأن لو هم كبروا شافوا القلق بس هيتعلموا القلق، ولو شافوا التوازن هيتعلموا التوازن برضو. ويمكن جزء من خوفنا إننا متعودين نقيس القيمة بتاعتنا بقيمة إنتاجنا. لو ارتحنا نحس إن قيمتنا قلت، لو ضحكنا نحس إن في حاجة اتأجلت. بس الأمومة مش مشروع تخرج ومستني التسليم، ومش سباق، دي علاقة بتتبنى، والعلاقة محتاجة حضور، محتاجة نظرة عين، لمسة كتف، ابتسامة من غير حساب. أنا مش بقول نرمي المسؤولية ولا نعيش من غير تخطيط، أنا بقول بيبقى بس في مساحة كده ما يتحسبش الفرح عليها، ركن آمن جوه البيت كده ما فيهوش تفكير في بكرة، حتى لو 10 دقايق. ويمكن أهم جملة أحب أقولها النهاردة، وبقولها لنفسي قبل ما بقولها لأي حد، إن الراحة مش خيانة للمسؤولية، والفرح مش استهتار، والاطمئنان مش قلة وعي. أحيانا أكبر شجاعة إنك تسمحي لنفسك إنك تهدي. ويمكن النهاردة انتي قاعدة مع ولادك تجربي تعملي حاجة واحدة بس مختلفة، ما تفكريش في بعدين، خلي البعدين لبعدين لما يجي.
وخلي دلوقتي ياخد حقه. ولو لقيتي نفسك رجعتي تقلقي تاني، ما تزعليش من نفسك، انتي إنسانة وبتتعلم، وكل مرة ترجعي اللحظة حتى لو لثواني انتي بتكسبي. وفي النهاية يمكن الحياة مش بتتقاس بقد ايه خططنا صح، لكن بقد ايه كنا موجودين. ولو حسيتي انك سمعتي حاجة ريحتك ولا حسيتي بطبطبة، يبقى اتمنى اشوفك تاني وانا قاعدة وبفضفض وبتكلم على مهلي.